حاجه حلوه. لا لا، انتي ما تفتكريش نفسك بتجب عليا ولا حاجه، انتي بتديني من خير ابويا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، وحشتوني جدا جدا جدا، وشكرا على الكلام الجميل اللي بتكتبوه. النهارده بقى حصلت قصه كده قلت احكيها لكم يعني. نبدا الاول وهقول لكم حطوا بس اللايك ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عامله هقول لكم ليه صينيتين مكرونه بشاميل وغرقانين لحمه بقى. هقول لكم ليه. انا هبدا بدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي لسه سخنه على فكره، فمش هتطلع ايه ماسكه، بس بتلز كده وحاجه قمر يا ناس. بسم الله. طبعا هي عشان تطلع حته سليمه لازم ايه تسيبوها تبرد شويه. انا مطلعها من الفرن على هنا على طول. يعني حاجه فوق الرهيب بشويه، ومخلل. اهم حاجه المخلل، بتنجان وطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عامله المكرونه يا لهوي ما شاء الله. عامله المكرونه عشان نور طلبت مني ايه مكرونه بشاميل. فانا يعني ربنا ما يكسرناش قدام ولادنا ابدا يا رب. دي حاجه صعبه جدا. فانا ما كانش عندي بقى ولا لحمه ولا لبن، دول يعني اغلى حاجه في الاكله بصراحه. فانا رحت عند ماما لقيتني زعلانه كده، فبتقول لي في ايه؟ لا ما فيش حاجه، نور عايزه مكرونه بالبشاميل. قالت لي طب ما تعمليها. قلت لها ماشي، لما يبقى معايا كده اعمل لها، عشان ايه ما عنديش لحمه مفرومه ولا لبن. قالت لي طبعا ماما بالنسبه لنور، يعني ربنا يخلي لي الاثنين يا رب. امي بالنسبه لنور الفانوس السحري، ما ينفعش نور تطلب حاجه تتاخر عنها. قالت لي خلاص طلعي لحمه من الفريزر عندهم يعني. هما يعني عندنا في البيت ما بيستعملوش اللحمه المفرومه كتير، يعني اهلي بيحبوا اللحمه قطع يعني. قالت لي طلعي كيس لحمه وروحي افرميه. قلت لها ماشي عناية حاضر. مفيش لبن يا ست الكل. قالت لي ادتني فلوس، الصراحه امي دي عسل. ادتني فلوس وقالت لي ايه وانت راجعه من عند الجزار يعني لما افرم اللحمه هاتي لبن. قلت لها والله كتر خيرك. قالت لي بس بص اعملي لنا صينيه معاكي وانا هسلق لحمه عشان خاطر ابوكي عايز لحمه. يعني ابويا ما بيعترفش باللحمه اللي جوه المكرونه. قلت لها خلاص ماشي. هبقى اصور لكم اللحمه اللي هم عاملينها. قلت لها ماشي اعمل لكم صينيه واعمل لنا صينيه. فانا عملت لهم ايه البايركس عشان شكلها اشيك بصراحه، فقلت خلي دي هنا ودي.
المهم بعد كده بتقولي ايه واعملي لنا حاجه حلوه، فقلت لها اعمل لك ايه حاجه حلوه يعني. قلت لي شوفي بقى تعملي رز بلبن تعملي ايه. قلت لها طب ماشي رز، انا عندي رز الصراحه بس لبن كده هزود بقى اللي انا هجيبه للمكرونه. قالت لي ماشي. قلت لها طب وانا ايه مش هتنسيني حاجه ليا يعني كل ده عشان خاطر نور؟ طب وانا؟ قلت لا ما انت تحمدي ربنا انك بسبب نور هتعملي حاجه حلوه. قلت لها لا انتي ما تفتكريش نفسك بتجب عليا ولا حاجه، انت بتديني من خير ابويا. قالت لي اه هو خير ابوكي بس انا اقدر ما اخليكيش تطلبي منه حاجه. قلت لها والله عندك حق، والله انت بتتكلمي كلام زي الفل، احنا اسفين يا ست الكل. انا من موقع هذا بقول لها ده معزك والله ابويا وامي، من غيرهم كنت هتبهدل في الدنيا، فربنا يكرمني كده وعوضهم. بصراحه نفسي اطلعهم يحجوا هما الاتنين ان شاء الله باذن الله يعني ربنا كريم. فبجد من غيرهم سلمية عاملة أوي. بفكر بقى ايه عشان في مثل مصري عندنا بيقولك اللي يلاقي دلع وما يتدلعش يعمل ايه. فانا بفكر خلي الصينيه دي وخلي نور تروح تاكل معاها. ايه رايكم في الموضوع ده؟ قولوا لي هل يا جدعان كده من استغلاليه؟ ما انا شايفه انه لا الصراحه يعني. انا ونور لو ما اتدلعناش على بابا وماما طب هنتدلع على مين؟ احنا ملناش حد غير. بجد تسلم ايدي. انا شايفه ان الاكله دي بصراحه مش محتاجه حاجه جنبها، بس ماما قالت لي ان هي هتعمل لحمه اصورها لكم هتلاقوها في الفيديو يعني. تمام. يا لهوي يا جدعان على الجمال. رهيب رهيب. ربنا يخليهم لي واتدلع على حسهم دايما ويعيشوا ويدلعوا لي نور. الصراحه دي عندي بالدنيا. انا اهم حاجه عندي دلع نور بصراحه يعني. نور لما بيجي لها حاجه هي عايزاها انا ببقى في حته تانية.
في شنيور جنبنا معوش. عملته رز بلبن برضه هوريهولكم. بجد المكرونه جامده ما تشبعش منها بصراحه. كمان ما شاء الله. هوريكم باقي الفيديو بقى هناك. متنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. يلا بينا. انا رجعت لسه في الروبلوكس. اللعبه دي بقت مدمناها. ده خلتنا اشحنها لها بالدولار. انت ما تعرفش ولا ايه؟ هي شكلها متغير اصلا. انا بلعب من عند التليفون. وادي الرز بلبن.